السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتكم استاد كورة. هنسمع دلوقتي تعليق ورد فعل رضا عبد العال على تعادل الزمالك وفيوتشر، وهجوم رضا عبد العال على مدرب الزمالك جوميز. نسمع رضا عبد العال هيقول ايه ونرجع تاني لحضراتكم، انتظرونا. مباراة العك الكروي، احنا نحمد الله ان الزمالك خد البطولة اللي فاتت بالشكل ده، يعني مش هيخش المربع الذهبي. الله يسامحك يا جوميز، عشان لما بنقول مدرب على باب الله ناس تطلع تقول لك اديله فرصة. ده بقاله 6 شهور يا جدعان، 6 شهور من شهر واحد لغاية دلوقتي مش عارف يعمل تشكيل في مباراة فيوتشر النهارده. ايه التشكيل اللي هو لعب بيه ده؟ ايه يعني؟ انا عايز اعرف بدايه المباراه حاطط ناصر ماهر وعبد الله السعيد ودونجا ومحمد شحاته 4، وبيلعب بزيزو اللي النهارده ما جاش غير اخر 5 دقايق بعد ما عبد الله طلع. يعني بعد ما عبد الله طلع بدانا نشوفه ان هو بيتحرك وبيتحمل مسؤوليه. وبيلاعب الجزيري طبعا راس حربه من غير اي معاونه ولا مسانده ولا حتى في اي حاجه تحس ان انت مضيع فرصه. الكره الوحيده اللي جات له جابها جون، وبعد كده مفيش اي كوره لنادي الزمالك ولا الفيوتشر. مباراه بصراحه تعلي الضغط وتجيب القلب بجد وتعلي السكر وتجيب كل الامراض. ومنك لله يا جوزيه يا جوميز، بصراحه يعني منك لله. انا معرفش بادئ تشكيل يعني في ناس عالة على الفرقه، يعني كانت في ناس النهارده عالة على الفرقه. يعني قول لي النهارده انت ازاي تطلع ناصر ماهر الوحيد اللي فايق وساب عبد الله السعيد ودونجا؟ مش عارف. حتى نضاي لما لعبته الشوط الاولاني مفيش حد قدامه، عشان كده الشوط الاولاني كله فرقه فيوتشر بتروح من هناك ويجي بعد كده يطلعه. طب ما الراجل هيعمل ايه لوحده؟ ما انت بتلعبه على الباك رايت والهاف رايت والوينج رايت، 3 بيروحوا عليه. ده غير كمان ممكن يكون الفيرود بيضم كمان من ناحيته وبيعمل شغل من ناحيته، عشان ان هي الحته دي خرابه وشارع يعني. تشكيل سيء. يعني انا عايز اعرف الماتش اللي فات انت حاطط زياد كمال واول تغييره لعبته مكان محمد شحاته لما اتصاب. النهارده بره السكور بناء على ايه؟ متيابه بناء عليه بره السكور النهارده. محمد عاطف، مهاب ياسر، مع الناس دي انا لو منك النهارده ريح زيزو، لان زيزو الماتش اللي فات جري كتير و... وكان مرهق والنهارده مش قادر يشيل رجله. لازم كنت تريحه وتبدا بيه الشوط الثاني، لانك انت عارف ان مش هيبقى فيه مردود له، مش هيبقى كويس النهارده على المجهود اللي عمله الماتش اللي فات. فانت المفروض النهارده ناس عندك مهاب ياسر ومحمد عاطف ومتيابه، ما تدوم يا جدع، ادوم يا جدع عشان نشوف ان الصفقات دي هتنفع ولا مش هتنفع ولا هتمشي ولا. ما انت لما لعبت محمد شحاته احرجك. لا يعني انا مش عارف، لعبت ناصر ماهر احرجك اللي ما كنتش حاطه في دماغك. لما لعبت احمد حمدي احرجك. ما تلاعب الناس دي يمكن تحرجك رخرة، ويمكن تخلي عندك دم كده وتقول ان في لعيبه جايه ولاعيبه كويسه ولاعيبه هتفيدني. والماتش اللي فات ما بتلعبش سامسون والنهارده بتلعبه في اخر في الدقيقه 85 هو وناصر منسي. طب انت الذاكره راحت فين؟ ده انت شايف دونجا ملوش من اول مباراه، يقطع كرة يديها لهم يا اما تتقطع منه يا تطول منه، يا حاجات كتيره في الملعب مش واضحه وملهاش معالم يعني. وبرضه لسه مصر. ما تبدا يا عم بمصطفى شلبي وزيزو والجزيري وتحتيهم ناصر ماهر وتحتيهم دونجا وتحتيهم محمد شحاته ولا زياد كمال. ده انا ما اعرفش يعني جايبه ب 30 مليون وانت معقد اللي جايبينه يا جدع. لما يكون لعيب جاي اعاره ب 30 مليون وانت مش عايز تديله، ما نزل لك الماتش اللي فات وكان من اللعيبه اللي كانت بتقف على الكوره. ايه اللي عاجبك في عبد الله السعيد؟ يعني عبد الله السعيد لغايه وانا بكلمك لسه ما جاش نادي الزمالك. ايه اللي عاجبك فيه؟ يعني قول لي ايه الميزه؟ هتقول لي شوط واحده؟ بقاله 9 ماتشات ولا 10 ماتشات بيلعب في الدوري، مش عايزه يشوط؟ ده المفروض كان جاب له اقل حاجه 3 4 اجوان، بلاش يجيب اجوان، كان عمل له 5 6 اجوان.
فمش عارف يعني، انا بصراحه مش عارف. وتغييراتك مقتنع باوباما بناء على ايه؟ يعني انت مقتنع باوباما بناء على ايه؟ مش انت بس، ده كل مدرب يجي هو واخد عليكم فرده، هو كاتب في العقد ان انا لازم العب حلو وحش، يعني كاتب في العقد كده ولا ايه؟ ولا انتوا اللي بتشوفوا واحنا اللي ما بنشوفش؟ قول لي ميزته ايه؟ ده بيقعد طول ال 90 دقيقه ويجيب جون، ده لو جاب جون انتاجه ايه؟ ولما جابش جون ملوش اي بصمه في الملعب، ولا له تقل ولا له وزن ولا له اي حاجه. فهو بيضيع الحاجات دي ان يجيب جون، ما بيجيبش جون. دلوقتي بيتلعب بناء على ايه؟ لا بيستلم تحت ضغط، لا بيعمل دورانات، لا بيعمل سروهات، لا بيشوط على الجون، ولا بيباصي، ولا بينزل يلعب الفرقه ويخليك تستحوذ ويخلي شكل الفرقه. ما فيش حاجه من الحاجات دي. يبقى بتلعبوا بناء على ايه؟ محدش ضيع الماتش الا انت النهارده، لانك انت اصلا مدرب على باب الله، والله مدرب على باب الله. ونحمد الله، ونحمد الله ان البطوله جت من عند ربنا. الماتش اللي فات بتاع نهضه بركان، ولولا الجماهير الغفيره اللي حضرت والله ما كنت هتشم المكسب، والله. لان هم الجماهير هي بعد ربنا هي السبب ان انت تفوز. وعمال تقول لي كده كده النهارده، وانت كمان انت طلعت بتاع لقطه. الله يخرب بيوك، احنا زهقنا. والتاني على الناحيه التانيه برضه مدرب قاعد عمال بتكتب في ايه يا عم واحنا عندنا امتحان؟ هو احنا قاعدين في لجنه؟ عمال تكتب في ايه وفاضل دقيقه؟ تكتب في ايه؟ عشان لما بنقول ما فيش مدربين ما بتصدقوناش، ما بتصدقوناش. والله ما في مدربين، والله ما في مدربين. واحد تاني يقول لك ما فيش لعيبه في مصر، واخد 57 لاعب. امال لو في لعيبه كنت خدت كام؟ 155؟ كنت هتاخد 155 لاعب لو في لعيبه. طب انت طب قول مثلا 15 بالمحترفين يبقى 8 ولا 7 يبقى 22، ماشي. نقول لك اه فعلا ده هم دولت الخلاصه بتوع اللعيبه. انما واخد 57 لعيب ويقول لك مفيش لعيب. لا، الواحد والمصحف الواحد اتجنن. عشان كده ما كنت بقول لكم كل المدربين هجاصين، ما كنتوش بتسمعوا كلامي. والله ما بتسمعوا كلامي. اهو الايام بتثبت ان هم هجاصين. واحد واقف عمال ياخد اللقطه ومش فاهم عامل ايه وبيغير اوباما، والتاني الماتش هيخلص وعمال يكتب. بتكتب ايه؟ بتكتب ايه؟ ما تروح البيت تبقى تكتب. بعد ما تخلص الماتش وتخش اوضه اللبس تبقى تكتب. والله حاجه تحزن. هو ده. ويقول لك ايه؟ مستوى الكره في مصر. ما هو مستوى الكره في مصر المدربين هم السبب. ما شفناش 5 6 كور بتتنقل تك 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 عشان نقول اه في فرق كوره. ده في ماتشات في دوري المحترفين وفي الدرجه اللي تحت دوري المحترفين، اقسم بالله بيلعبوا كوره احسن من اللي بتتلعب. يعني وادي دجله في دوري المحترفين كان بيقدم كوره ما حصلتش. وادي دجله، الفرقه اللي اسمها بتروجيت اللي صعدت دي. هنروح فين بس ونيجي منين بس؟ ويقول لك انتوا بتطلعوا تهجصوا. والله ما حد بيهجص الا انتوا، والله ما حد بيهجص الا انتوا. حاجه انا الواحد مش لاقي كلام يقوله. يعني ماتش اصلا يسد النفس، ماتش عك في عك. ده ياخد الكره يديها لده، وده ياخد الكره يديها لده، وده ياخد الكره يديها لده، وده ياخد. مفيش اي رسمه كده نقول ايه ان الفرقه دي بتتمرن فعلا، الفرقه دي حافظه جمله، الفرقه دي بتنفذ تكتيك معين. مفيش الكلام ده، كله سداح مداح. لبن سمك تمر هندي، او سمك لبن تمر، قولوا بقى اللي انتوا عايزينه يعني. والله حاجه تسد النفس، والله العظيم. مستوى من المدربين رقم واحد. اللعيبه معذوره. وانت لما تحط لي 4 في نص الملعب فيهم واحد بس اللي مصحصح والثلاثه ضايعين، اللي هو محمد شحاته، هنعمل ايه؟ وحاطط ناصر ماهر ناحيه الليفت، وهو طبعا عشان ما فيش حد هيوصل له كان بيخش يلعب تحت الفرود عشان يستلم كوره ويروح يعمل. والباقي كله اقسم بالله حاجه بصراحه تسد النفس. وبيبدا لي الشوط الاولاني بنضاي وما فيش حد قدامه، وبتروح عليه الناس كلها وهو مش شايف. وبعد كده يجي يطلع نضاي ويظلمه، ويجي يقول لك ايه؟ يغير عمر جابر اللي بيلعب ناحيه اليمين ومش حتته، يوديه على رجليه اللي هي العكسيه، اللي هي العجزه.
ويلعبوا هنا ويقول لك انا سديت. طب ما انت سديت عشان نزلت مصطفى شلبي. طب ما تنزل مصطفى شلبي ووراه نضاي، وكنت شديت دونجا او عبد الله السعيد، كان هيبقى تغييره كويسه. ونزل سامسون من الاول اللي هو عايز يلاعب الجزيري ويلاعب زيزو ويلاعب مصطفى شلبي، وبيبقى في 18 ممكن بيخطف لك واحده، بيعمل لك واحده ولا لا. مصر على اوباما، ومصر على عبد الله السعيد، ومصر على دونجا، ومصر على حسام عبد المجيد. النهارده الكره اصلا كده وطالع يرمي نفسه. يا عم ما تسيبه يستلم وبعد كده انطره من قدامه. بدايات في كرة القدم، وبيلعبوا نادي الزمالك ونادي اهلي ومنتخب مصر، لعيبه اقسم بالله. بس هم مش عليهم العتاب، المدربين اللي بيختاروهم هم. عشان كده بنقول لك مفيش مدربين، في لعيبه بس مفيش مدربين. والله في لعيبه كتير في مصر، بس العين اللي بتجيب اللعيبه هي المشكله، هي المشكله. وتلبس لعيبه فانيلا، والله بيحلموا ان هم كانوا يمشوا من جنب النادي ده. والله 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 اللعيبه اللي بتلعب، بس هم مش ذنبهم، ذنب اللي جابهم وقال لهم البسوا الفانيلا دي. ظلم الفانيلا وظلم النادي وظلم جماهير النادي، لان برضو ده اختيارات مدربين. عشان بنقول لك ان مفيش مدربين في مصر للاسف يعني. كلمه اخيره لعبد الله السعيد، ما تلعبش الا لما تجهز بجد يعني، لان انت صعبان عليا والله. تاريخك بيضيع، والناس يعني في انت عارف فئه من الجماهير كده، او فصيل تاني من الجماهير شمتان فيك قوي يعني. طول الماتش والماتش شغال عمالين يتصلوا، يقول لي ناس بتتصل وتقول لك ايه الصفقه المبهره دي. والادهى ان الكابتن بيضم منتخب مصر، بدل ما بينزل بالاعمار راح يجيب الناس اللي هي خلاص دخلت على سن ال50، اللي هي قربت منه في السن. والله حاجه تحزن. برضو هنفضل نقول مفيش مدربين في مصر. عليه العوض. اشوفكم في فيديو قريب ان شاء الله. ماتش الاهلي عوضنا عن العك الكروي اللي حصل ده، ونتمتع والاهلي ياخد البطوله ونفرح وننسى الماتش بتاع الزمالك وفيوتشر ده. السلام عليكم. ورجعنا لكم تاني. ده طبعا كان رد كابتن رضا عبد العال على تعادل الزمالك النهارده وفيوتشر. هاجم طبعا فيها جوميز مدرب الزمالك، وطبعا قال النهارده كانت مباراة كلها عك في عك، وجوميز النهارده خرف في التشكيل بتاعه. وطبعا رضا عبد العال عارفين حضراتكم ان هو اساسا مش مقتنع بجوميز بمدرب الزمالك. طبعا النهارده انتقد التشكيلة، وانتقد طبعا النهارده نزول عبد الله السعيد ودونجا. وطبعا قال انه اصلا عمل تغييرات غلط، خرج ناصر ماهر اللي المفروض ما يخرجش، ولاعب كمل بعبد الله السعيد. وكان النهارده قال طبعا زيزو مش موجود، واتكلم طبعا النهارده على التشكيلة. وطبعا هي المباراة فعلا كانت النهارده مباراة سيئة جدا من نادي الزمالك، وما كانش فيه أي تكتيك في المباراة. والزمالك النهارده يعني عدى كده المباراة والتعادل بصعوبة. والنهارده التعادل كان يعني النهارده بصعوبة، وكان ممكن يخسر. وقال طبعا ان الزمالك الحمد لله انه كسب الكونفدرالية، والزمالك ما كانش اصلا كويس في الكونفدرالية عامة. انه يعني هو كسب المباراة اصلا بتاعت نهضة بركان بصعوبة جدا. فالنهارده طبعا الزمالك ما كانش فيه اداء خالص زي ما قال رضا عبد العال. وطبعا في النص دخل حسام حسن، ودخل برضه خبط في حسام حسن برضه، ويعني ولا عجبه جوميز ولا عجبه حسام حسن. وهو رضا عبد العال طبعا حضراتكم عارفين ما بيعجبوش اي حد. يا ريت حضراتكم تقولنا رايكم، متنسوش تشتركوا في القناه.